يا صباح البركة والرضا، ويا ميت أهلا بكل حبايب قلبي اللي منورين صندوق ذكريات ست الكل. وحشتوني لمتكم حواليا. الأيام دي يا ولادي الجو غدار، والبرد مش بيخبط على الأبواب، ده بيدخل ينخر في العظم نخر. كتير منكم اليومين دول بنقوم من النوم جسمنا مكسر وظهرنا قافش كأنه لوح خشب. يا ربي، أنا مالي جسمي عامل كده ليه؟ أنا حاسة إني كنت في معركة طول الليل، مش نايمة على سريري. ظهري مش قادرة أفرده خالص، كأنه لوح خشب. والصداع ده كمان كأن في حد ماسك شاكوش وبيخبط في نفوخي من ورا، والوجع نازل لحد هروق رقبتي، مش عارفة حتى أبص جنبي. أنا بردانة قوي كده ليه رغم إني متغطية ببطانيتين؟ حاسة إن البرد داخل جوه عظمي نفسه، مش على جلدي من بره. يا عيني عليكي يا نوارة، لسه في عز شبابك وعظمك بيزيق كده. أنا شكلي خدت وانا صاحية بالليل أشرب، بس أنا بجد مش قادرة أقوم من مكاني، وجسمي كله متكسر كأني مضروبة علقة. وصداع في النافوخ نازل لحد عروق الرقبة، مش مخلينا عارفين نلتفت يمين ولا شمال. تعالوا بقى نقعد قعدة صفا وأقول لكم الحكاية فين والحل في إيه، ببركة حاجات بسيطة من رف المطبخ، ومن غير ما نرهق جسمنا بكيماويات ومسكنات بتتعب المعدة. عارفين يا ولادي التكسير ده بيجي من إيه؟ زمان كانت جدتي تقولي: يا حمدية، البرد غدار والكسوة أمان. إحنا دلوقتي بنغلط غلطة كبيرة، نتدفى بزيادة تحت اللحاف ونعرق، وبعدين نقوم فجأة نخرج للطرقة الباردة أو نفتح شباك، فالعضلة بتكلبش من فرق الحرارة. والصداع اللي شادد على رقبتكم ده مش صداع عادي، ده ركب الرقبة عشان ما كنتش متغطية كويس وانتي نايمة أو وانتي خارجة. زمان ما كانش فيه مسكنات، كان فيه تدفئة وتدليك ودفى من جوه. اسمعوا مني بقى سر المشروب السحري اللي بيطرد الرطوبة في ليلة واحدة. هاتي معلقة كبيرة جنزبيل مطحون، وعصير ليمونة كاملة، ومعلقة عسل نحل أصلي، ورشة قرفة بسيطة. هاتي المية المغلية وصبيها على الجنزبيل والقرفة، وأهم حاجة تغطي الكوباية دقيقتين. ليه بقى؟ عشان الزيوت الطيارة والفوائد اللي فيها ما تطيرش. وبعدين اعصري الليمون وحلي بالعسل، اشربيه وانتي خلاص داخلة تحت اللحاف. المشروب ده بيدخل يسخن الدم في عروقك ويخليكي تعرقي وتنزلي كل السموم والبرد اللي استخبى في جسمك. ولو الوجع ماسك رقبتك وظهرك مش قادرة تفرديه، مفيش أحسن من كمادات الملح بتاعت زمان. هاتي شوية ملح فشن وسخنيهم في طاسة على النار، وحطيهم جوه قماشة تقيلة أو فردة شراب صوف واربطيها كويس. بس انتبهوا ليا يا غالين، الملح يكون دافي يستحمله الجلد. دربي الحرارة بظهر ايدك الأول زي ما بنجرب رضعة البيبي عشان ما لسعش نفسك. حطيها على قفاكي ومكان الوجع. الملح سبحان الله بيمتص الرطوبة وبيحتفظ بالحرارة فترة طويلة، فبيخلي العضلة تفك. وممكن كمان تعملي دهان البركة، معلقة زيت زيتون دافية معاها رشة ملح ورشة جنزبيل، ودهني كتافك ورقبتك بالراحة ولفيهم بشال صوف. الصوف ده يا ولاد فيه بركة وبيدفي العصب بجد. وعايزة اقول لكم كمان على سر كان بيعمله جاري عم عبده الله يرحمه. كان كل يوم شتاء قبل ما ينام يحط رجله في مية سخنة بملح لمدة 10 دقايق. المية بالملح دي بتسحب السقعة من الجسم كله وبتريح الأعصاب
وتخليكي تنامي نوم عميق. ولما تصحي الصبح بلاش القومة المفاجأة، اقعدي على السرير ثواني وسمي الله وحركي رقبتك يمين وشمال براحة، ودفي كتافك قبل ما تخرجي من اوضتك. ولو العضن وجعك قوي والالتهاب زايد، عليكي وعلى كوباية لبن دافية عليها ربع معلقة كركم. الكركم ده صيدلية ربانية بتشيل الالتهاب من المفاصل وتخلي حركتك خفيفة. يا ولادي، الصحة دي أمانة ورزق، حافظوا عليها بالحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا. تعالوا أقول لكم على أكلات ومشروبات تدسي الجسم والعظم يا حبايب قلبي. الشتاء مش بس بطانية والحاف، الشتاء يعني لقمة هنية تدفي الجوف وتخلي العظم حديد. زمان كنا بنقول كل دفى تلبس دفى، يعني اللي يدخل جوفك هو اللي هيدفيكي بجد. اسمعوا من خالتكم حمدية، مفيش أحسن من طبق العدس الأصفر بالثوم والخل. ده مش بس أكلة، ده دفى المفاصل. حطي عليه عصرة ليمونة وشوية كمون وكلي وادعيلي، هتلاقي جسمك سخن وكأنك قاعدة قدام كانون نار. وعندكم كمان البليلة باللبن والسمن البلدي، دي بقى مسمار الظهر. القمح بيدي طاقة واللبن بيدفي العظم، ومعلقة السمن دي هي اللي بتلين المفاصل وتخلي حركتك خفيفة مهما كانت الدنيا ساقعة. أما المشروبات بقى يا ولادي فعليكم وعلى المغات، ما تخلوهوش بس للمواليد. المغات ده فيه تحويجة بتسخن النخاع بتاع العظم. اشربوا منه كوباية في عز السقعة وشوفوا النشاط. ولا تنسوا السحلب البيتي اللي عليه رشة قرفة وجوزند. القرفة دي يا ولاد هي دينامو الجسم، بتجري الدم في العروق وتخلي صوابع ايديكي ورجليكي دايما دافية. ويا سلام بقى لو قبل ما تنامي شربتي كوباية قرفة بالجنزبيل محلاه بعسل نحل، دي بتطرد اي رطوبة استخبت في كتاسك ولا ضعرت طول النهار. كلوا بالهنا والتدفئة، وافتكروا دايما ان اللقمة الطيبة في البيت الدافئ هي اللي بتطول العمر وتبارك في الصحة. اسمعوا مني يا ولادي، الدفى مش بكتر اللبس والكركبة فوق بعضها، الدفى في اللي يلمس جلدك ويحبس حرارة جسمك. زمان كنا بنقول خدي جسمك بصوف ولا يركبك الخوف من البرد. أول حاجة وأهم حاجة هي الصوف الطبيعي ده يا ولاد، في بركة ربانية، بيدفي العصب بجد ومش بيخلي رطوبة تلمس عظمك. لو عندك شان صوف أو بلوفر صوف أصيل، ده كنز في عز السقعة، لأنه بيخلي الجسم يتنفس وفي نفس الوقت يحافظ على دفيته. وعندكم القطيفة، يا جمال القطيفة في الشتاء، قماشة تقيلة وحنينة على الجلد وبتحجز الهواء البارد بعيد عنك. والست الشاطرة في بيتها تلبس جلابية قطيفة مبطنة تخليكي ماشية في البيت كأنك شايلة دفاية معاكي. أما بقى سر الدفى اللي تحت الهدوم فهو القطن التقيل أو اللي بنسميه القطن الموبر. لازم اللبس اللي لامس جلدك مباشرة يكون قطن عشان يشرب العرق لو دفيتي بزيادة وما يبردش على جسمك ويعملك لطشة برد. ويا سلام بقى على الفرو أو الجوخ، ده بقى للطلعة والخارجة في عز البرد، بيصد الهواء الغدار وما يخليهوش يوصل لصدرك ولا لظهرك. ونصيحة خالتكم حمدية ليكم، البسوا طبقات، يعني حتة قطن تحت وبعدها حاجة صوف أو قطيفة وفوقهم الشال. الطبقات دي يا ولاد بتعمل عازل للهواء وتخليكي دايما دافية ومرتاحة. حافظوا على نفسكم يا نوارة عيني،
والبسوا اللي يستركم ويدفيكم، وربنا يبارك في صحة الجميع. يا رب اشفي كل مريض، وهدي سر كل بيت، وبارك لنا في صحتنا وصحة عيالنا، وبلغنا رمضان واحنا في أحسن حال، لا وجع في عظم ولا هم في قلب. مستنية أسمع رأيكم في التعليقات، ومين جرب الوصفات دي. وما تنسوش تدعوا للست حمدية دعوة حلوة. سلام يا حبايب قلبي.